انا عايزكم بس يعني قبل ما نقفل، عايزكم تشوفوني وانا اب. عايز تدخل صعب. البيت ده تدخل بمراتك وبنتك. واكيد توحشوها. شافوا الإلاف مرة واحدة من ساعة ما اتولدت. مازال ما متيق راسك احمد نهائي خالص. من بعد عام و5 شهور. سنة ونص ما خرجتش مع إله. ماشي كنتي كتخرج ولكن غير في الطوموبيل شي سخرة ولكن تلعب قدامي كده يعني، بس كي جاك غصب عني انت عارفه يعني، المروح والمجي على مصر والمغرب وحكم الشغل غصب عني والله. كي جاك الاحساس بصراحه؟ والله انا لغايه دلوقتي يعني مش عارف استوعب ان انا اب. هكذب عليكي، ولكن واحد الاحساس زوين يعني. جميل والله. بس هي نصيحه صغيره يعني النصيحه دي لاي اب وليا انا كمان والله. حاولوا على قد ما تقدروا ما تبعدوش عن ولادكم، لان انا لما بسافر يعني انا خلاص بحاول ان انا اظهر لإلاف كتير، ومره واحده اسافر. بحال اخر مره سافرتي بزاف كانت 3 شهور ولا بتبوظ خالص، اللي هي بتبقى خايفه مني ومين ده ومش مين ده، لغايه لما تبدا تتاقلم تاني ان هي تشوفني تاني. والحوار ده مش مره حصلت معايا، لا كذا مره من ساعه ما اتولدت. فالحوار هو ضايقني بصراحه، بس غصب عني هعمل ايه يعني. فحاولوا على قد ما تقدروا تظهروا قدام عيالكم ديما بقدر المستطاع يعني. وتخرجوا معاهم ياك. بس انت فرحانه طبعا. هو ماشي فرحه راه ما كتوصفش، حيت حتى انا وياك اول مره نخرجوها هنا كنا خدناها في اللاجار، مشينا لغايه اكادير ورجعنا. حيت هي مولفه مسكينه ماما هي اللي كنكونوا حنا مشغولين، وماما مسكينه اللي كتخرجها الصباح وهذا. مسكينه ماما وبابا زعما مكرفصين معانا. يسمحوا مبهدلها معانا والله. زعما راه يحسن عوان زعما الناس اللي ما عندهمش شكون اللي يشد ليهم ولادهم وشكون اللي يشد ليهم، راه كيتكرفصوا. حنا بعدا لقينا الحمد لله. الله يحفظهم لنا والله يسمح لنا، مكرفصين عليهم. بنتي تعالي نمشي لغايه اكادير ونرجع تاني عشان القعده بس. معليش مالك حدا لاكار مفجعه الدنيا، كتعجبني انا هنا. بقالنا 3 ساعات قاعدين بنراري بيها. هو لعبات شويه هي دابا شويه غتنعس. 3 ساعات بنراري بيها. ماما راه مولفه تخرجها في الصباح مسكينه مع 8 ملي كنكونوا حنا خارجين والله، وكتدخل مع 12 مسكينه كتخرجها الصباح حيت ما كتبغيش تسكت لها. ولكن مسؤوليه كبيره ياك. لا اله الا الله. مش عارف. طبعا لا، والفكره يعني انا ربنا يعني هي دلوقتي عرفت، ربنا يستر. لو جالي لو جالي سفريه قريب مصر او حاجه صحي تاني بنراري بيه. لا وابا راه الدم كيجرى ويلي على ما تعرفكش. هرجع اختفي تاني، ترجع تقول لي مين ده مش مين ده. ناخدها معايا مصر. لا ما نقدرش. لا ما نقدرش زعما تديها وانا ما كايناش. الكبده ديالي ماشي على بيني وبينك مش هقدر لوحدي انا، ماشي على ما تديهاش لمصر. دي لما تكون هي بتبقى معاكي تفضل تقول بابا بابا بابا، تروح لامها تروح لو تجيلي ماما انت عايزه مين؟ اختاري. هذا هو وقتها، هذا هو قولي بابا وماما الاثنين. الوقت ديالها ديال التبرزيط واللعب. ايوه بس السن غريب صعيب. هو احنا لسه ما شفناش حاجه. لسه تكلمي نفسك. والله بتضحكي وجع. احنا محتاجين طيب نشيل عن ابوك وامك شويه يعني. في عندكم حد هنا مثلا بتفكروا ان بتودوا الاولاد حضانه ومن صغرهم؟ كاينه الحضانه يمكن كاينه في 5 شهور، ديك 5 شهور 6 شهور، لان الدوله بحال الموظفات كتعطيهم غير 3 شهور واسبوع. ملي كتسالي كاين اللي ما عندهاش والديها، كاين اللي بحال عاود الحاله ديالنا اللي مزوجه واحد من برا، فهمتي. كاينه على حسب كل حاجه. كاين اللي كيجيب اللي يساعدو زعما في الدار تساعدها وهذا، ولكن ما كان في حقها ما احسن من الوالدين، كيبقى في امان بيبقى في امان. طبعا بتبقى مطمنه. طب انتوا عندكم المدارس هنا بتاخد من سن كام مثلا؟ كاين اللي كريش يمكن كيبداو، ما عرفتش واش انا حيت زعما ما مجربينش، ما عرفتش بالضبط. يعني سامي دخل من كام؟ سامي على 5 سنين 6 سنين 6 سنين 5 سنين كان لا كريش. ما عقلش بالضبط. واحد
حنا ما كرهناش نخفوا، ولكن ما كاين ما احسن من الوالدين. والله ما انا فاهم، ما كاين بيكون محسن امان والدين. اكتر يعني كفايه دي يعني. استني يا بنتي بنشوف لك حضانه، استني اري نصاوبلك اري نصاوبلك. بنشوفك هتخشي المدرسه امتى مازال الا طولنا الله في العمر ان شاء الله. تا دير داك ان شاء الله 5 سنين 6 سنين يا عم روينا ليه؟ عاد ان شاء الله ندخلوها. والله يسمح لنا من حق الوالدين وصافي. امين يا رب. زعما راه ملي كتجي تفكر الناس اللي ما عندهمش شكون اللي يحظى ليهم راه صعيب. وما تنساش راه كتزادوا حتى المصاريف، هذيك اللي غادي تجيب تحضي لك راه كتاخذ واحد المبلغ. انت عارفه فهمتي؟ هي كل الفكره اساسها كمان الامان. هي دي المشكله، الامان. يعني شوف ابوك وامك يعني ربنا يسمح لنا يعني شايلين الى راه شايلين مساكن 90%. راه 90% شايلينهم مساكن. شوف حنا اللي والديها وجدها وجداتها كدير شي حاجه كتعصبنا وكنغوتوا عليها، عاد لا بال واحد اللي ماشي هو من لحمك ودمك. هما الدراري كيبرزطوا كيديروا تشيطين، فهمتي؟ كيبقى حنا وكنغوتوا بعض المرات وكتقول علاش كديري علاش كديري. راه صعيب، راه المسؤوليه ماشي سهله، ولكن الحمد لله الله يخلي لنا الوالدين. امين يا رب. غادي تبقى دابا كل السبت وحد ولا بلاش السبت كتكون بعض المرات ما مساليش، تبقى كل حد تخرج الاف. انا خرجها بحال هكا لا نخرجوا انا وياك. نخرجوا انا وياك. هيقول عليا خاطفها. نخرجوا انا وياك هكا. بهدلني في الشارع. اليوم حتى ما فخناش بكري، جبنا غير جيت حدا لاكار، كتبغي تجي حدا لاكار تلعب وهذا. احنا نحطها دلوقتي عند النافوره اللي هناك. ياك يعجبها الماء. والله تعالى نقيس عامله ازاي. نحطها جوه النافوره ونسيبها. ياك يعجبها الماء. لا بس بجد والله فعلا الحوار ده اللي انا قلت لكم عليه النصيحه والله العظيم استمتعوا مع اولادكم بزاف. حسيت بيها والله يعني. بقى فيا الحال يعني زي ما انتم بتقولوا يعني. هو احمد راه ما عندوش الخاطر زعما يبقى جالس ويراد. الحكايه ما عنديش الخاطر، هي ما عندكش؟ الفكره ان غصب عني ان انا بختفي وبظهر يا هاجر، وهي كل مره بتفضل تتعرف عليا، فالحوار ده واحد انت كتمشي كتغبر بالشهرين 3 شهور. طب هو بمزاجي بنجيب مام نجيب مام عشان الهانم نجيب لها لاكوش. الحمد لله الحمد لله احنا معاونين وكل شيء معاون الحمد لله والوالدين معاونين الله يحفظهم وكل شيء. الحمد لله. كل شيء ما عندك ما دير. هادو هما المصاريف كتكون داير بحساب شي حاجه وكتخرج لك. من المصاريف انا بتكلم على الغبور. لا الغبور ماشي قضيه فلوس ولا، اما الفلوس راه كيكونوا احنا معاونين الوالدين معاونين. يا بنتي فهمي. اي عرفت على ولد السفر ما عندك ما دير، وما يمكنش ما غاديش تسافر، وما يمكنش ما غاديش تقضي شغلك، وما يمكنش ما غاتمشيش تشوف الوالدين ديالك عاوتاني تما. راه عادي هذه هي الدنيا. احنا ابويا وامي اخر مره قالوا لي ما تجيش لوحدك تاني خالص. عايز تدخل صعب. البيت ده تدخل بمراتك وبنتك. واكيد توحشوها. شافوا الاف مره واحده من ساعه ما اتولدت. كان عندها كام شهر؟ كان عندها 9 شهور. طيب عندها 9 شهور. وخصك تعرف راه هذا هو الزواج المختلط، هذا هو. بيكلموها الكاميرا بيتجننوا في مصر، بيتجننوا. انما ابويا وامي بيكلموها كاميرا. قلت تيتا جدو كتب لنا نتزوجوا، وهذا هو العواقب اللي كيجيو من بعد. الحمد لله على كل حال. يا والديك يا والديك. كنت عاوتاني انا عايشه تما، راه والديا نفس الشيء. نصيب. راه يحسن عوان ماماك مسكينه وباباك. حنا ما كرهناش نديوها ليها 2 مرات في العام، ولكن شويه صعيبه باش نتنقل، راك عارف. نصيب والله. الحمد لله. انا عايزكم بس يعني قبل ما نقفل عايزكم تشوفوني وانا اب. جات معاك كيجيتكم الابوه. جات معاك. غادي تفيقها تكون نعسات مسكينه. خليها. ما عندها ما دير بيك. نو برزتيها قالت لك. لا ليه اهم حاجه تكونوا شفتوني وانا اب.
بس مش هنطول عليكم، بس والنبي اهم حاجه خدوا بالكم من عيالكم، وحاولوا على قد ما تقدروا ما تغبروش قدامهم. اي حد ظروف شغله انا عارف لان انا مكانه، على قد ما تقدروا ما تغبروش. اطول وقت ممكن تقضوه مع عيالكم اكتر. نشوفكم على خير. Ahmed Zidan.